اقسم بالله امبارح كان اسوأ يوم على مر التاريخ، يوم شهدت فيه عدة دول، الكثير من الدول ومن عشاق كرة القدم عزيزي المشاهد شافوا الفضيحة التحكيمية اللي كانت ما بين منتخب مصر ومنتخب الأرجنتين، منتخب المفضل الأرجنتين اللي كنت أحبه منذ طفولتي. ولكن من ساعة الهمجية والظلم والفساد اللي احنا شفناه امبارح في الفيفا قدام منتخب مصر والأداء العظيم اللي قدموه المنتخب المصري امبارح، طبعا ما كنتش بشجع الارجنتين ضد مصر، مستحيل، ده كان هيكون غبي معنى ان اشجع الارجنتين ضد بلدي. بس ان يكسبونا امبارح ظلم تحكيمي، جزاء لمحمد صلاح ما حسبوهاش، اسوأ كأس عالم شفته في تاريخ البشرية، ظلم ظلم. فالصراحة الواحد موده النهارده احس ان اتحسن شوية، بس مش قادر انسى الصراحة الفضيحة التحكيمية اللي حصلت امبارح، فقلت ننزل ونغير جو سوا هنا في الأرياف الألمانية، ربما المود يتحسن. عشاق الفن التشكيلي يستغلوا فرص الانفاق ديت، ذات محطات القطر، علشان يستغلوا فنهم ده ويبداوا بقى ايه يعملوا الفن التشكيلي اللي انتم شايفينه ده، بالاحمر اخضر اصفر ازرق بكل الالوان المختلفه. ولكن عايز اقول لكم ان بعض الاماكن اصلا ممنوع ان يرسموا حاجه زي كده، ولكن عشان محطات القطر اصلا الشرطه مش بتشوفهم فبياخدوا راحتهم في الرسم. بس خلينا اوريكم تفصيله حلوه قوي، انا بحب اتكلم على التفاصيل الصراحه، ليه لا لازم ولا ملاش لازمه هنا في المانيا. بس ما علينا، شوفوا نزله السلالم ديت، لو انت نازل ماشي جاي ماشي تقدر تطلع عليها، ولو انت شفت الطريق المتسفلت ده كده دوريه ينزلك يمشيك على نفس الطريق اللي تحت النفق ده، فده معمول للعجل وبرده لذو الاحتياجات الخاصه لو ماشيين بالعجله بتاعتهم وبالاسكوتر برده في نفس الوقت. فشفتوا التفصيله الحلوه ديت. عشاق ميسي واللي كانوا بيشجعوا الارجنتين طبعا مستحيل يقولوا الحق، هيقولوا الاداء التحكيمي كان 100% صحيح وكره محمد صلاح ليست فاول، ولكن امبارح والنهارده مازال الملايين من الاجانب والصحف الاجنبيه والالمانيه بتتكلم على الفضيحه التحكيميه اللي حصلت امبارح من الحكم الفرنسي. فانا الصراحه مبهور ومبسوط جدا ان الناس كلها شافت الحقيقه بتاعت امبارح، ان المنتخب قدم اداء ولا اروع، بس في نفس الوقت كسب شرف المحاوله، وكلنا عارفين ان هو بسبب الظلم خسر. الحلو في الارياف بقى انك كل لما تمشي تلاقي انديه كوره، وانديه الكوره ديت مش بفلوس، تلاقي نادي خماسي وتلاقي نادي النجيله اصلا تروح تقدم مع فريق نظام تلعب معاهم 3 ايام في الاسبوع تتدرب معاهم. انما ديت الانديه الخماسيه البابا بتكون مفتوحه 24 ساعه تلعب زي ما انت عايز، والارضيه بتاعتها سفنج، شوفوا مطاطه، وده علشان خاطر لما حد يقع ما يتعورش. شايفين برضو هنا التفصيله المهمه اللي مهتم بيها هنا، مش مجرد ان عشوائيه وحاجه ببلاش يعمل لك ايه من الاسمنت كده او الخرسانه ويسيبوها ويلعب زي ما انت عايز، لا تقدر تلعب سله، تجيب فرقه من صحابك تلعب سله زي ما انت عايز، وتقدر تلعب كره قدم برضو. شوفوا التخطيط عامل ازاي، خط النص، خط ال 18، كل حاجه بريفكت. طبعا وصلت عند البحيره ديت، بحيره صناعيه جميله جدا، بس في نفس الوقت تحسها كئيبة كئيبة، فيها أسماك على فكرة، هم جايبينهم من بره وحاطينهم هنا عشان يتعايش مع الأجواء الطبيعية وكده، يكون جزء من الطبيعة الألمانية. بس ما علينا، تحس إنها كئيبة قوي. أنا أحيانا أجي أقعد هنا، بس عايز أقول لكم إن ساعة أصلا لما الجو يبدأ مطر بتبدأ المنطقة اليابسة دي كلها تتعبى مية. شوفوا حتى حاطين جنازير هنا، ما بتوصل لحد السلالم ديت، يعتبر سلالم زي ما انتم شايفين، بس بتتعبى ميه لما الجو بيبدا يمطر. عايز اقول لكم ان الجو لما بيمطر هنا يمكن على مدار 24 ساعه، وبتنزل سيول، ومطر الصيف اقوى من مطر الشتاء. فمنطقه يعني ايه تقدر تقول حيويه كده، فقط للتنزه، اللي بيحب الطبيعه، اجواء الانهار، خضار، الطبيعه الموجوده في كل مكان بيجي يقعد هنا. شوفوا حتى هنا جايبين البط وحاطينه، والوز كمان، هتلاقي وز وبط وكله. شوف بيبدا يفتح بقه ازاي، هو خايف ان اسبب له خطر، فبيبدا يكون على قوه الاستعداد ان يجري ورايا يعضني، فهم سايبينه برضه هنا كجزء من الطبيعه. شوف موجود على الشارع على طول قاعد هادي على الحلال. في بعض البلدان التانية كان زمانه اتحشى، انت تفتح بقك، لا انت هتبقى فاتح بقك وانت بتتسلق اصلا. بنسبه 99% الشوارع الالمانيه اذا كان ريف مدن كبيره، اوكي المدينه الكبيره وانت ماشي في الشوارع هتلاقي كام شجره محطوطه عادي في كل مكان علشان تحسسنا بجزء من جمال الطبيعه الخلاب. بس هنا وانا ماشي في الارياف هتلاقي الغابات في كل مكان، حقول، غابات، ادغال، ده بقى اللي بيعاشك فعلا اجواء الطبيعه المميز. واحيانا احس نفسي في غابات الامازون اللي نفسي ازورها اصلا في المستقبل ان شاء الله نزورها. بس هنا يعني انطباع رهيب بحسه في البلد ديت، سبحان الله.
ربنا انعم عليهم بالطبيعه ديت الحلوه الخلابه. شوفوا حتى تلاقي هنا حضانه اطفال، قدام شويه تلاقي مدارس. طبعا المنطقه ديت مستحيل تلاقي فيها جامعات، لان الجامعات بشكل عام بتكون فقط موجوده في المدن الكبيره، ولكن هنا حضانه مدارس، وده علشان خاطر يكون الاطفال جنب اهلهم، مش محتاجين ان يودوهم اماكن بعيده. هي المنطقه هاديه هدوء مفرط، ولكن الناس هنا متعايشين. عايز اقول لكم ان البيوت اللي الاسطح بتاعتها كلها باللون الاورنج ديت، اصلا ديت تبع شركه القطارات سكك الحديد وكده. بس خليني احكي لكم القصه. زمان كانوا بيجيبوا عمال من كل انحاء المدينه، كانوا قداموا على فرصه عمل هنا عشان يشتغلوا في السكك الحديد. فكانت سكك الحديد هنا الشركه يعني اللي تمتلك السكك الحديد وتقبض العمال دول رواتب. شوفوا حتى واحنا ماشيين هتلاقي الفن التشكيلي كرسم القطارات موجود على الجدار هنا في كل مكان. بس خليني احكي لكم القصه ونرجع لها تاني عشان ما نضيعش واضيعكم معايا. كان هنا بيوفر لهم السكن علشان الناس ما تقعدش تدور على سكن، او مثلا يجوا بعيد عن المدينه بساعتين ولا القريه عشان يشتغلوا في السكك الحديد. هنا بدات الشركات بالفعل تشتري اراضي وتبني فيها بيوت، وياخدوا نسبه قليله من الرواتب بتوع العمال هنا ويسكنوهم ويجيبوا عائلاتهم وياخدوا شقق هنا. علشان كده لحد دلوقتي تلاقي البيوت كلها هنا لون واحد، اذا كان وش ظهر، وكمان الاسطح بتاعتهم باللون الاورنج، كلهم لون واحد. لا وشوفوا كمان عاملين لهم هنا حديقه العاب للرفاهيه وكده وللتنازل للاطفال. كمان يجيبوا الاطفال عائلاتهم هنا، يجيبوا الاطفال يلعبوهم كره قدم، يركبوهم المراجيح وكل حاجه. مساحه خضراء في وسط الغابات هنا، وده علشان خاطر ما يلعبوش في الشوارع ويخافوا عليهم او يحصل حوادث يعني لا قدر الله. لا يجيبوهم من الحديقه ويلعبوا زي ما هم عايزين. شوفوا هنا جنبي واحد من اعظم واجمل الانهار اللي شفتها في حياتي، نهر الرور ونظافته ما شاء الله. تخيلوا ان من 100 سنه بس كان النهر ده يعتبر مستنقع للزباله. كانت كل شركات الحديد والصلب الفحم كانت ترمي كل المخلفات بتاعتها هنا. كان النهر عباره عن حبر لونه اسود، لحد ما دفعوا الملايين من اليوروهات علشان خاطر يرجعوه بالمنظر الطبيعي ده. وفي قوانين صارمه، اي حد يفكر يرمي مخلفات في النهر ده يعتبر بيأذي الطبيعه وبيأذي برضه صحه البشريه هنا، لان هم هنا بشكل كلي يعتمدوا على شرب المياه من الانهار. اللي بيعجبني الصراحه شوفوا هتاخدوا بالكم دلوقتي من الست الكبيره في السن ده مش اول واحده اقابلها، لا ده نسبة كبيرة. كل اللي عندهم كلاب أصلا 99% منهم اللي عندهم كلاب هنا ضروري يوميا هنا في ألمانيا ياخدوهم يمشوهم في الطبيعة، في الغابات، يمشوهم في كل مكان في الأماكن السكنية، وده بحيث إن الكلب ما يحسش بخنقة ويقعد يهوهو في البيت ويسبب ازعاج للجيران. ولا وفي نفس الوقت عشان حقوق الحيوانات وكده، يعني يقول لك ان الكلب لو ما خرجش يحس بالاكتئاب والملل، عشان كده لازم تديله حقوقه هو والقطه والحيوانات الاليفه التانيه، وتخرجها كل يوم من مره ل3 مرات في اليوم. ده اجمل شارع امشي فيه. الشارع ده احسه مهجور لان مفيش اعتناء بيه خالص. مهجور، شفتوا؟ والله ما كنت اعرف. انا بقول لكم مهجور من شكله، بس فعلا شوف الزرع اخترق الارضيه وهو مقفول. ده كله قمح، فلازم نرجع تاني من حيث انتهت. شوفوا المنظر عامل ازاي، الجبال اللي هناك ديت ما شاء الله، وكبار السن اللي جذورهم بتعود للجذور الالمانيه، تشوفهم يسلموا عليك يوروك المحبه والسلام. وده بيعكس ثقافه الالمان قد ايه ان هم منفتحين على كل جنسيات العالم. تشوف الالمان الاصل، فبحبهم قوي، مش عارف ليه، قلبهم طيب جدا. البيوت اللي فيها انفاق نعدي من تحتها ديت كتير قوي، بتكون ارتفاع على 3 متر كاتبين فوق اهي. طبعا في مكان للمشاة موجود على الرصيف، ومكان للعربيات والعجل وكده، فاعتقد ان هي موجوده في كل مكان في الريف. شوف انا وصلت هنا بقى عند المنطقه الكثافه السكانيه فيها كتير، تمام.
احنا قلنا 5000 نسمة، ولكن تقدر تقول 2000 متقسمين والثلاثة في مكان واحد. بيوت حلوة قوي، بيوت المثلثات ديت، كل بيت ده طبعا بيت اتهد وهيرجعوا يعملوا إعادة بناء. كل بيت هتلاقي قدامه كده جنينة صغيرة، نباتات مختلفة، زرع، مستنبتات كتير. مكان أكتر من الرائع. شوف المكان ده برضو، الله. دول بقى الواحد لو عاش هنا طبعا احيانا هنحس بالملل، تاني يافطه ان في قطه عندهم وسايبه وبتخرج في اي وقت، فياخدوا بالهم اللي ماشيين بالعربيه او بالعجل او بالسكوتر. ما علينا، كل واحد قاعد وملتزم في بيته، ملوش علاقه بالتاني. يعني هنا الجيران يعرفوا بعض، ولكن قسما بالله في منهم كتير ما يعرفوش اسماء بعض. تخيلوا، رغم ان البيوت بتكون لازقه في البيوت، بس هي كده حياتهم. الحياه الاجتماعيه هنا صفر. مرضت محدش هيجي يخبط عليك ويقول لك مالك وكيفك واتصل لك بالشرطه ولا لا، غير لما تطلع ريحه الجثه. هنا ريحه الجثه العفنه يقوموا يتصلوا بالاسعاف عشان يشيلوا الجثه والريحه المعفنه ديت. فهنا ما يعرفوش بعض، كل واحد في نفسه. شوف احنا عندنا ناس مستحيل يسيبوا المساحات ديت ويعملوا فيها زرع، مستحيل. المساحات دي دايما بيسألوا لا هنستخدم مساحه اكبر للبيت، احنا مش هنسيب حته فاضيه نزرع فيها حاجه. تخيلوا لو احنا بقى نسيب كده الحتت والمساحات الفارغه ديت نزرع فيها، هنستمتع يا اخي. هنشوف انطباعات حلوه قوي بتعكس جمال الريف والمنطقه والبيوت. هنا مفيش اسطح يربوا فيها فراخ. اللهم صل على النبي على الجمال. شوفوا طريق في نص الغابه، بس شوفوا طبيعه، صوت عصافير، مش عارف سامعين ولا لا. كل ما ايوه صوت عصافير. شوف، كل ما تتمنوه تلاقوه، كل ما تتمنوه هتشوفوه. احمد مدلعكم، يعني محتوى معلومات، محتوى جولات عشوائيه، محتوى في الغابات، كل حاجه انتوا نفسكم فيها هتلاقوها يا جماعه. شوفوا ده، كل ده ذره. وعايز اقول لكم ان اصلا كده موجود على الشارع، في اللي بياخد منه وفي اللي بيمشي، بس هيكون سرقه وحرام وكده يعني. فعلشان كده هم هنا اصلا بيسيبوه لحد ما يكبر وينشف وياخدوه يرموه بقى للطيور او يرموه للحيوانات. ولكن لو الواحد لقى صاحب الارض هنا فبتقدر تستأذن منه. صاحب الارض مش هيقول لك لا، هيقول لك خد اللي انت عايزه. يعني ممكن تبقى جايب كيس معاك ويقول لك املاه وامشي، ومش هتدفع ولا يورو. ولكن من الافضل انك دايما تستأذن. ده لو لقيت صاحب الارض اصلا، انا ما بلاقيهوش يعني. سبحان الله، اصلا الارض ديت مش محتاجه اعتناء ولا محتاج ان يسقيها ميه. لان شوف احنا في الصيف الجو بيبدا يمطر كل شويه، يعني بالاراده الالهيه هنا الزرع متكيف من شرب الميه، والارض عندهم خصبه والتربه صحيه. شبوب انا لقيت قطه. ايه ده او ماي جاد. مش عارف اذا بتاعت حد ولا لا. اهو هي لو جت انا هتصل بالشرطه تيجي تاخدها لاي حد يشوف الملجأ. لا هو ماشيه متكيفه في نص الزرع عادي زي ما انتم شايفين كده. خدي تعالى يا بت، خد تعالى. ميو ايوه ميو. كانوا دايما يقولوا القط الاسود ملبوس بالجن. بسم الله. اوبا والله اليفه. شوفوا حتى دول هيصدموا. خد بس. المان واقفين موظفين مش عارف اتصل بالشرطه ولا لا. Sich Polizei anrufen oder einfach so lassen? Polizei, Weil kann sein, ist unversorgt. Also Katzen, das sind ja eigentlich Freigänger und die laufen dann irgendwann immer wieder nach Hause. Ach so. Ist die vielleicht irgendwie angefahren worden oder was? Das heißt, soll ich einfach so lassen, um eine Polizei zu rufen? gibt es dir keine شوف شكلها عسل والله. Kann sein, ja. Kann sein. Dann lasse ich einfach طبعا في بوهوف، في مبنى هناك هنا تبع يعني فيه عنده وحوش بيرعى فيه حيوانات وبقر وكده، فممكن يكون القطه دي تبعهم، فعشان كده مش هينفع اتصل بالشرطه واسيبها عادي. شوفوا بتلعب وفيه. يعني هنا القطط والحيوانات الاليفه بشكل عام بتكون في ملاجئ. فإن أشوف حاجة زي كده وفي الغابة كانت جديدة بالنسبة ليا، ولكن لما سألتهم قال لي لا ما اتصلش بالشرطة لأن هي أصلا تبع البيت اللي هناك ده، فهم سايبينها تخرج وتاكل من الطبيعة عادي. شوفوا في اسطبل حصين وفي كل حاجة، فالقطة دي تتبعهم، فعشان كده لست بحاجة إن أتصل بالشرطة خالص، فسيبها بقى تمرح. القرية اللي أنا موجود فيها ديت أشهر ما يزرعوا فيها هي القمح والذرة واسطبل الحصينة. في قرية فيها تانية أنا بزورها بتلاقيها مشهورة جدا
بالبقر وبيع مشتقات الألبان، ولكن القرية دي تشتهر فقط بالقمح والذرة واسطبل الحصينة اللي موجود في كل مكان. ده يدل ان اصحاب القرية اغنياء جدا ما شاء الله، ان كل حصان عندهم بيتخطى ال 10,000 يورو. تخيلوا بقى بيمتلكوا هنا اسطبل حصينة بالكامل عزيزي المشاهد ما شاء الله. طبعا الارياف تعد من الاماكن الهاديه زي ما انا قلت لكم كده، بس السوبر ماركت بقى والانشطه فيها تلاقيها ميته، الانشطه ميته، انما السوبر ماركت بتلاقي موجود بس بقى على حسب بقى. ممكن تلاقي سوبر ماركت مثلا بعيد عن الريف بحوالي 3 كيلو 4 كيلو، ممكن تلاقي قرب مثلا 500 متر كده. تخيلوا ان البيت اللي انا شايفه ده كنت مفكره قصر، ولكن طلع في الاخير مستشفى يجي يعملوا فيها عمليات لرجليهم حاجات ديت. شوفوا ديت المنطقه التاريخيه، البيوت هنا اقل بيت معدله ال 100 سنه، فيعتبر دي بيوت تاريخيه واثريه في نفس الوقت، ممنوع نغير فيها حاجه. منطقه يقولوا عليها المنطقه الاكثر رومانسيه في العالم، ويعتبر برضه منطقه سياحيه، الناس بتيجي هنا عشان تتصور جنب البيوت ياخدوا صوره تذكاريه. هنا ما يعيش اشخاص عاديين، هنا يعيش تلاقي دكاتره كتير عايشين هنا، وتلاقي اغنياء وكبار سن عندهم املاك، اغنياء برضه عندهم املاك ووارثين البيوت ديت من اجدادهم، فعلشان كده ما يقدروش يفرطوا فيها. حتى لو ما فيش وريث للبيوت هنا طالما معديه ال 100 سنه، فالدوله بتمتلك البيت ديت وتقعد تهتم بنظافته وما تسكنش حد فيه، ممكن تحوله متحف. فبس يا شباب يكون كده خلصت لفتنا اللي عملناها حوالين الريف اللي انا عايش فيه، وخدنا جوله في الطبيعه الجميله. فاتمنى يكون الفلوج عجبكم. اشوفكم فيديو جديده، مع السلامه.